لو انت في علاقة عاطفية مضطربة طول الوقت ومليانة مشاكل ومش عارف لا تقرب ولا تبعد، انا هقول لك على تمرين ذهني صغير لو عملته ان شاء الله هيساعدك انك تتخطى الموضوع ده. الموضوع ببساطة انك تحط فترة زمنية في دماغك مهما كانت، مثلا 10 ايام او اسبوعين على حسب الحالة بتاعتك، وتقول بينك وبين نفسك لما هيجي التاريخ ده اللي هو بعد 10 ايام او اسبوعين من دلوقتي، انا اكون اخدت قرار صارم بشأن العلاقة دي، سواء ان انا اكمل ولا ابعد. الفكره والتركية هنا ان عقلك الباطن طالما انت مش حاطط اي سيناريو محتمل لنهايتك هتبقى مع الشخص ده عامله ازاي، هتبقى فارغه، مفيش اي خطه موجوده. فبالتالي طول ما انت بتتعامل هيبقى عندك خوف من انك تفقده او خوف انك يحصل مشاكل كذا كذا. الفكره حط سيناريو افتراضي، انا لما يجي عليا التاريخ الفلاني ده هكون شخصيه قويه، هكون اقدر اتعامل مع الشخص ده بالطريقه اللي ترضي ضميري وتريحني من اي عذاب او من اي بقى مشاعر سلبيه ممكن تحصل. اول ما هتعمل كده هتكتشف اثناء ما الايام اصلا بتعدي، مش بس ما توصل لنهايتها، لا، والايام بتعدي هتلاقي كأن في شيء من الطمأنينة والقوة جواك، لان هنا في تايمر عد تنازلي شغال. الفكرة باختصار عقلك الباطن مصمم خصيصا من الله سبحانه وتعالى ان هو يساعدك لاي حاجة انت عايزها. فما تخليش العقل ده تستخدمه ضدك او انك تبرمجه بطريقه تكون ضدك، فلا، انت برمجه بطريقه صحيحه، وان شاء الله ان شاء الله هتظبط معاك. واكتب لي تجاربك في الكومنتات.